اشكر سعاده الرئيس، واشكر الشيخ الازهر، واشكر المفتي، واشكر القضاء، واشكر النائب العام، اشكر حكومه مصر كلها، واشكر الشعب المصري اللي وقف مع شنوده. والحمد لله ربنا هيكرمني ان شاء الله ويرجع لي شنوده ان شاء الله. ايه خطواتكم عشان تحموا الطفل شنوده؟ ايه خطواتكم عشان تحموا الطفل شنوده من مشاكل الميراث؟ لا ما فيش اي حاجه، انا بعد كده كل حاجه باسمه، وانا سكنت بره يعني، بعدت عن البيت خالص يعني. ده شنوده عينيا، ما فيش حد يقدر يكلمه. من وجهه نظرك هل مساله الميراث كشفت عن مشكله فعلا في الميراث في القانون المصري؟ هو الطمع بقى، الطمع وحش، الطمع وحش. الشيطان لما بيخش جوه البني ادم بيعمل الحاجات الوحشه، وربنا يسترها. الفترة اللي فاتت من غير شنودة كانت كنت ميت، كان جسد من غير روح يعني. انا كنت جسد من غير روح، ما كنتش عايش. عشت كلها عذاب في عذاب، ما كنتش متهني بلقمه ولا متهني بنومه ولا قاعده يعني. انا كنت انام كده الدموع تنزل من عينيا على المخده. ليه؟ كان هو مالي عليا البيت والضحكه والفرحه وبابا وماما وبيحبنا. كنت حاسس ان هو هيرجع لك بقى ان شاء الله كنت عشمان في ربنا عشان ما عملتش حاجه وحشه انا. احكي لنا عن الكواليس طيب بتاعت قرار النيابه بتاع امبارح، ازاي تم؟ يعني انا الناس اتصلوا بيا وقال لك شنو ده هيرجع ساعتين، واللي يقول لك بكره واللي يقول لك بعده. يعني ما فيش قرار يعني مش متاكد. غير الصبح طبعا واحده اتصلت بالمدام قالت لها تيجي تستلم شنوده يعني النهارده ان شاء الله. ما كناش مصدقين يعني. الفترة اللي جاية هتعملوا ايه مع شنودة من لحظة ما انتوا هتستلموا؟ ده انا هيبقى في عينيا، في عينيا. انا كنت موديه النادي يلعب كاراتيه وموديه الحضانه ومظبطه يعني. وكان يقول لك اسم الدكتور شنوده فاروق فوزي بورزق جبريل، اكبر جراح في مصر العالم. يقول لي يا بابا لما الاقي حد غلبان يا بابا اعمل له العمليه وادي له علاج وادي له فلوس. انا كنت نفسي ابقى زي مجدي يعقوب ان شاء الله، اخليه زي الدكتور مجدي يعقوب، اتشرف. هيتعلم احسن. ايوه سيادتك. انا كنت موديها حتى عند دكتور ودكتوره متابعه، مجال ما هو يعني صحته حلو وجسمه حلو وتمام التمام، مفيش اي حاجه عندي. بس انا كنت بطمن عليه، انا احب اطمن عليه بس.